شلون تحصل عيش مثالي وتقدر تصنعه انت بيدك، ما يحتاج لأي شيء، وتكلفة كلش بسيطة. عيش للتمويه، وينفع ويا البلابل الأليفة، وينفع ويا البلابل الوحشيات، حتى الطيور عندك بعد ما تخاف. وخلي أكثر من عش بالمحمية. عيش مثالي مثل هذا. يلا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بما انه موسم الافراخ بدا حاليا، موسم المحميات تقريبا جهزت يعني. فحاليا اكو طيور تنتج واكو طيور بعدها. هواي بدات تجينا اسئله انه عندي طيور جاي تبيض بالقاع، عندي طيور تخاف من العش، شلون اخلي اسوي عش؟ شلون يعني أو يعني عندي طيور جاي تلف عش وترجع تخربه. شوف، اذا طير ما مأمن راح يبقى يسوي هيك هالحالات، راح يبيض بالقاع، راح يبدي يلف عش يعني، ويرجع يشمره، يلف عش ويرجع يشمره يعني. اكو حتى اذا تكمل العش فد مره وتبيض بالقاع وترجع تشمر العش يعني. فهيك، فانت لازم يكون عندك عش نظامي، عش حلو، عش مرتب. فاذا طير ما يعني مأمن وهذا كل شيء ما عليه بعد. فاذا طير يعني شاف انه لا عش مرتب ولا هاي، واذا يمه بزازين او يمه نمل، فما راح يأمن، وراح بالتالي راح يظل يستمر انه يبيض بالقاع، وحتى نهائيا راح يبدي ما يبيض. فهواية طيور هيجي. فعموما انه البلبل هو نحس يعني بالتكاثر مالته، يعني خاصة بهالشغلات، يعني نحس راح يبدي بسرعة يخاف هو، حتى خاصة اذا كانوا ياكو يمه اطفال. فاليوم نشوف يعني شلون تسوي عش مموه مضبوط وافضل عش حاليا. انا دائما يعني صار لنا سنين نستخدم هذا العش، عش الفخت هذا الملكي، او عش الكناري، هذا محترم له هم هو. فبالفترة الأخيرة قمنا نستخدم هذا. قبل كان هذا السعف والهاي، فصار تقريبا 4 سنوات 6 نستخدم هذا العش، كلش محترم وانطى نتائجه. بالإضافة إن البلبل ما يخاف من عنده. فأنت اليوم شلون راح تسوي عش مثالي ومحترم؟ أول شغلة تحتاج لك 3 عودان. هذا 1 2 3. لأن 3 عودان يتراوح طولهن يعني تقريبا نص متر. أي نص متر محترم له. تلزم تضربهن سيم منه. هذا شوف انتبه له عليه، هذا سيم أو شناطة أو قفيص، أنت شوف على راحتك، شي اللي تلقاه يناسب، فاسكت ضبة محترمة يعني، محكومة مثل ما نقول. فتجي هيج، هذا ماكو، هذا العش حتى يصير عندك ثلاثي. مو هاي غايتنا، غايتنا انه شوفكم اياه شلون بالاخير انه راح يصير. انتبه لي ثاني، هاي عندك لازم ذن اثنين تربطهن، راح يجي الثالث هنا أنا بالنص هيك. فالشيء يصير مثل الطبيعة يعني، شلون تقول يعني، حلو محترم. هسه خلينا نضرب ذني شناطات نرجع لكم من فوق. هسه حاليا راح اضرب شناطات ذني قدامكم. اهم شي يكون محكمة. ما عندك شناطة تقدر تستخدم سيم، اي شي مجرد حتى خيط هم يرهم، بس كود ضبط محكمة يعني حتى لا يظل يتحرك. هذا الصورة هاي تقدر ترفعه تقدر تنزله. شوف دائما البلبل يحب، ما يحب العش العالي، يريد العش الناصي او المتوسط. مرات حتى نلقى بنص متر البلبل بالبرية مفرخ يعني، لاف عش. تلقاه بانية بالباجلة، تلقاه حتى بالبانية بالتينة، خوتينة علوهم مو كبير، تلقاه باني بالتينة بالطرفة. دائما نشوف انه البلابل هنا تبني هالمنطقة هاي. قليل انه بلابل تبني بالعش عالي، قليل كلش يعني. بالنخل يصير صغار يعني، النخل يصير ناصي بهالطريقة هاي ماكو، راح يصير عندك عش هيجي مثالي. فهذن كلهم متوفرات طبعا. هذا سعره 1000 دينار. هاي عودان مو شرط الا ذني، اي عودان عدلة هاي تقدر تستخدمها طبعا. هذا من اي محل ماكو يبيع ورد صناعي، محل منزلية تحصلوا عنده. هذا اعتقد مترتين او متر ونص، يطلع الشريط الواحد ب1000 دينار او حتى اقل. بس أنا سنوات كلها نستخدمه، البلابل ما تخاف من عنده.
يبي اشكال طبعا، اللي يبي ورق عنب، واللي يبي اوراق عريضة، واللي يبي اوراق مال التين. فاحنا هنا بس خلنا نفتحه، طبعا جايبه ما فتحته. وتكفيك قطعة واحدة تكفيك عش، يعني عش واحد. بس احنا غايتنا انه نلفه. بس ثواني. انتبه لي انه شوف شلون صار عش كذلك مموه، يعني البلبل ما راح يخاف من عنده، خاصة هاي البلابل الوحشيات تريد شي شعشاش، ما تريد احد يشوفه. انت مرات من تشوفه طالعة البلابل ماكو الا تبتعد عنها يلا ترجع تنام على البيض، فلذلك ما تريد تدلي بكانه. انت بهالطريقة راح تحصل على عش مموه، فظلت طريقته كلش سهلة وبسيطة. فطبعا من كملت هناك فوق ماكو لين ترجع الشتم، حتى يجن 3 هنا، هذا القفيص او شتم بسيم او شناطة او اي شي عندك تقدر الشتم. وتكلفته كلش بسيطة. طبعا اي عودان مو شرط انه ذني، اي عودان كود مثاليات يعني فد نص متر تستخدمهن حتى ينشحن عندك. وهذا العش سعره 1000 دينار. والعودان تقدر تاخذهن من اللي يسوون اقفاص اذا مثل ذني، او من اي شجرة تقدر تقلمها وتاخذ العودان مالتها. وهذا اي محل منزلية تقدر متوفر عنده المتسلق، يسمونه متسلق. سعر المتر تين او متر ونص اعتقد ب1000 دينار. هاي تجي نار بعد شدة، الشدة يكون بس سقف هذا طخ يعني، والعش يكون ناصي. اقل شي عن السقف تقريبا يكون العش فد 3 اشبار 4. اي لان البلابل ما تحب هيجي. طبعا العش بيجي بيه سيام ذني ماكو، تربطهن انت بشناطات هنا حتى بعد لا يفلت. اذا ما بي سيام لا تاخذه. هذا قبل بس دب الهندي في كيفن عليه. تحياتي لكم، شكرا للمشاهدة. انتبه لي هاي طريقة تعقيده. هالطريقة هاي شوف يكون قريب على السقف تقريبا 3 اشبار 4، ولا جوا بالقاع، يكون بالوسط تقريبا، فوق من الوسط بشوية. فشوف هسه شلون مموه حتى الطيور عندك قبل ترتاح.